السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ فيديو جديد بيوم جديد من يوميات مبدورة. نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. يا رب يرزقني ويرزقكم زيارة بيته بإذن الله. يلا نبتدي الفيديو. تعالوا اخرجوا معانا نتفسح ونشم هوا. لبست العباية دي النهارده يا جماعة. يلا بينا نتمشى نروح على الكورنيش ونشوف هنقضي اليوم ازاي. ايه رأيكم؟ الصندل اهو خفيف ومريح، ولبست الشنطة دي. هنا يا جماعة رحنا شارع ليبيا عشان خاطر نشتري حاجات لأبو البدري، كان محتاجها، فحابب ان هو يشتري شباشب من هنا عشان خاطر الشغل. وبرضه كنت عايزة اشتري حمام كريم وحاجات لي انا، فاشتريتها برضو، وتوابل وحاجات زي كده هوريها لكم باذن الله. ورحنا هنا نتعشى في مطعم كمونة. مطعم كمونة مطعم في مطروح. طبعا كده المنيو مطعم كمونة، مطعم كمونة، قرية كمونة. القعدة اللي احنا عندنا فيها قرية كمونة. ايوه كمونة. احنا في قرية كمونة. ايوه تعالوا اتغدوا معانا. يلا قرية البدوي. تعالى تسحروا معانا. سحروا ده الفجر هيبدأ. الساعة 3 المنيو اهو بتاع الاكل. عشان لو حد يجي مطروح وحابب ان هو يجي هنا. شوف الاسعار اهو. دي ايه دي؟ ورقة لحمة. ورقة لحمة ورز وخضار مشكل وسلطات، مية معدنية وعيش، ومعرفش دي مبكبكة ولا ايه ظروفها. مكرونة جارية اللي هي الليبية دي. ايوه مبكبكة. ومحشي ورق عنب وممبار. دي سلطة الشباب. خلصنا يا جماعة، خلصت نفسي كده وظبطت اموري. يلا بينا نشوف بقى ايه هيودينا فين. وكمينة ولا كمانة ولا ايه بالظبط. حلينا بقى مانجا وجبنا بقية الأكل للأولاد. هما ما بيخرجوش معانا، بيخرجوا لوحدهم وبياكلوا وجبات سريعة اللي هو بيتزا، همبرجر، شاورما، السوري ده والله ما فاكرة اسمه ايه. تعالوا بقى يا جماعة اوريكم المشتريات اللي اشتريناها من شارع ايه اللي احنا رحناه ده امبارح. اشترينا من سوق ليبيا. عايزين نوريكم بقى المشتريات. بصي اشترينا شبشب بتاع ابو بابا، البدري جاب الثلاث شباشب دول، بس اكيد واحد متهيألي كده ب 800 جنيه. طب هات اكيد كده يا بس يوسف. اكيد ده هو بتاع بابا، ما فيش غيره. ده شكل واحد اهو. هو بيستخدم الحاجات دي كتير عشان خاطر بيشتغل بيهم، مش في الخروج يعني في الشغل. يلا روح هناك عقبال ما اصور غيره. اكيد بابا بقى. بص اكيد بص كاوتشات كتير. وجاب برضو ده
حلو جدا. ده كان شكله بص من سوق ليبيا. من سوق ليبيا اهو. حط كده على جنب وفي الاخر نبقى نشيل. والتالت اهو، ده كان شكله. امي ما تجيبيش الفردة التانية عشان ما انتهي. اهو. كل دوت لبوب. مم. شبشب الزيت كلها لبوب. دول كده التلاتة دول ب 800 جنيه. يعني اللي فيه واحد يتوسخ يلبس التاني. اه يلا شيل دول. وهو كان جايب واحد يوم قبل كده، يوم تاني اول امبارح كان جايب واحد تاني، لقيناه متلخبط ومش نفس الشكل، هو بدله وجاب ده. هنحط زي لان الناس كانوا شالوا حاجتهم فاضطرينا ناخد بقى الحاجه اللي موجوده وخلاص. كانوا خلاص بيقفلوا وبيشيلوا الحاجه. انا مش فاكره ده كان جايبه بكام، بس متهيألي في حدود 200 جنيه. بس شكله حلو قوي برتقالي. طب يلا حطه. بصي دي تاني حاجة. وجبنا الصابون ده من شارع اسكندريه. وجبنا فرشة اسنان. جبنا 3 بس مش فاكره بكام، كانوا عرض في الصيدليه. بصوا يا جماعه مكتوب عليها ايه، كانت ب10 جنيه هنا بس من شارع اسكندريه. جبنا الصابونه دي ب10 جنيه الواحده، دول ب40 جنيه. وجبنا الفرشة دي ولا الطبق ده ولا المعلقة. حلوين الشاور وكده. ودوت بيدينا منها جبت هدية. المصفايه ديت بتاعه البطاطس، اصبروا ما افتحها لكم. دي كانت ب 200 جنيه، هي غاليه كده عشان خاطر التلف اصلا. عشان ياما احنا في البحر مش هي دنيا تانية. انا كنت محتاجاها في قلب البيت فجبتها. ودونا احنا واحدة زي عشان جايبه واحده كده اي كلام، كل شويه تتكسر وبغيرها واجيب غيرها. ودي كان في واحدة حتى احمد هدية. معترض ان هي ب 200 جنيه وتشتريها ليه ب 200 جنيه، بس ما علينا يعني. وفي واحدة هدية من دي. اهي دي الشكل. وجبت برضو الصابون ده، دي كانت ب25 جنيه، الاتنين كانوا ب50 جنيه اهم. دولت من شارع ليبيا. كله بيتشال عليه. المكنة دي مش فاكراها بكام لان ابو البدر اللي جابها. وجبت حمام الكريم ده كان ب 250 جنيه من شارع ليبيا اهو. ده كيلو اهو. طبعا انا ما جربتش الحاجات دي، انا اول مره ان انا اجيبها. باذن الله لو كويسه هقول لكم عليها ان هي كويسه. وجبت برضو الشاور ده كان ب85 حاجه زي كده، ريحته جميله جدا برضو. انت لسه جايباه. هو بتاع وجبت الكريم ده بالبرتقال. فيتامين سي للبشره وتحفيز البشره. رز بالبرتقال اهو. برضو كده ما نفتحه. طلعوا يا يوسف. حسيته برفان. لا كريم للبشره اهو، عشان يحافظ على البشره ليه بشرة؟ ويديها نعومه كده وطراوه للبشره. انت كنت تسألي مراية. ده كان ب 200 جنيه برضو من شارع اسكندريه. كنت جايبه انا جايه بالسيرم ده بتاع الشعر من القاهره، كنت جايباه ب 150 جنيه. وانا تمام. غالي وانا غالي. فلما جبته من شارع ليبيا ب 120 جنيه اهو. بس ده جيب يا اخي بقى نفس النوع بس ريحه تانية. أكلة. طب استنى. وجبنا الشنطه دي دلوقتي، ابو البدر راح جابها منين؟ من شارع اسكندريه ب 400 جنيه، هي كبيره جدا اهي. انا حسيتها اصلا في الاول اللي هي بتاعي.
الشنطة طويلة ازاي؟ وفيها كده من أهو. تحت عجل. وريهم يا يوسف العجل اللي من تحت. ارفع اهي، عشان خاطر ايه لو هتتشد ولا حاجة ما تبقاش تقيلة على اللي شايل. استنى اوريهم. يلا وريهم. اهي. وجاب لنا 2 مكة. حاسس بيا ان انا بنام على نفسي بسبب دور البرد. ابو بدري برضو جاب لي السامبروك ده اهو ب85 جنيه من الصيدليه، جميل جدا. انا بحطه انا والاولاد، مش معنى ان منقبه ما احطش. برضو النقاب عشان اسمر بيخلي برضو الشمس تدخل لنا. وجبت فيتامين سي ده للبشره ونضارتها. انتوا عارفين بقى في السن بتاع 41 سنة ده محتاجين اي حاجة تحفز البشرة اهو. ده كان ب 300 جنيه. وبرضو جبت السيرم ده برضو كان ب 300 جنيه الا 5 جنيه اهو يا جماعة. ده استخدامه في كولاجين وحمض في كذا فيتامين يعني. ده كان ب 300 ل 5. جبنا برضو زيت الزيتون ده، طلبناه اونلاين جالنا هنا على الفندق. جبنا منه 2 اه واحدة اهي. واحدة تعالى. احسن نوع زيت زيتون. هات يا يوسف اهو. الفاتورة بقى اهي. ده 1300. 1140 جنيه. ايه ده؟ دكتور اسمه ابو البدر احمد البدري. هو اللي بيشتري الحاجات دي بفلوس. وجبنا الشاي الليبي ده اسمه زردة ولا مش عارفة ايه بالظبط، بس ما علينا. الكيس كان ب10 جنيه من شارع ليبيا برضه اهو. شاي تقيل جدا اهو. وبرضه جبت شوية توابل كده هوريهولكم من هنا. التوابل بتاعتهم جميلة. ده متهيألي كده كان ب10 جنيه الكيس ده، ورق لورا اهو. لا رحمة الله بارك اسم الله. جبت دوم ليا انا بحب اكله كده. جبت ده نص كيلو، مش فاكرة والله كان بكام. وجبت ده توابل شاورما لحمة، عشان انتوا عارفين ان انا بحب ان انا اعمل الفاهيتا اللحمة. وجبت الكمون ده الكيلو كان ب 240 جنيه. ده نص كيلو، جبت نصين، نص ونص اهو. ده كده كيلو ب 240 جنيه اهو. الرحمن الرحيم يا بركة اسم الله. ودي حبهان كان الواحدة ب10 جنيه اهو. جبنا 2 ب20 جنيه. وديت توابل محشي طعمها جميل جدا وريحتها تحفة برضو، والله مش فاكرة بكام، بس انا اقول لكم الفلوس اللي دفعناها كلها ومش عارفة بقى. وجبنا مرقة اللحمة الضاني ديت بتتحط على الشوربة
برضو، ودي كانت مشترواتنا اهي. بص بقى المنظر الجميل ده. حاطين الهدوم بتاعة البحر على المنشر عشان تنشف. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد مني. بحبكم في الله والله. وده كان الفيديو بتاع النهارده، واستنظروني تاني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله والله. مع السلامه.